السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء من مطبخ زمزم وبلال. النهارده كده فيديو جديد معايا كده ان شاء الله نعمل كذا حاجه تشجعوا كده باذن الله. النهارده كده من اول اليوم هعمل طعميه كده للولاد، وده ربع كيلو كده فول كان باقي عندي. حطيت عليه بصلايه خضراء، وحطيت عليه كمان ايه شويه خضره. تمام. وهنا كده طحنتها زي ما انتم شايفين. لو انت ما عندكيش كبه عادي ممكن تطحنيها يعني تضربيها في الخلاط بشويه ميه عادي، مفيش اي مشكله. هنا كنت بوريكم، بصوا ما شاء الله كلها عملتها. وطبعا هاخد على قد ما هنقلي، وبعد كده ايه هشيل بقى في الاكياس. تمام. بصوا هنا كده كنت حمرتها، وكان عندي بطاطستين كان اخر حاجه عندي، حطيتهم برده جنب الطعميه وفطرنا الحمد لله. وكانوا الولاد طالبين مني يعني اعمل لهم دونتس. فبس فقلت بقى اعمل لهم النهارده كده. ده كيلو دقيق. تمام، كيلو دقيق وبيضتين، وعليهم طبعا ايه فانيليا، وعليهم كمان ايه معلقه خل كبيره. وده كيس خميره انا حطاه كده، اختبرته لقيته شغال زي الفل. وربع كوبايه زبده، ودول معلقتين ممسوحين بيكنج باودر. تمام، معلقتين. وهنا دول كده ايه 3 معالق لبن بودر. وهنا كوبايه لبن، وطبعا معلقه الخل اللي قلت لكم عليها. وهنحط ذره الملح اللي بنحطها في كل عجين يعني. تمام. هنحط بقى كل المكونات الجافه كده مع بعضها الاول، وبعد كده بقى نروح نازلين ايه، هنحط الخميره ونحط البيض والفانيليا والخل واللبن. ده هنحط شويه شويه. طبعا انت ممكن تاخدي اكتر من كوبايه اللبن، او تاخدي على اقل من اللبن، اقل يعني اكتر من كوبايه، او تاخدي اقل من كوبايه. طبعا ده على حسب الدقيق بتاعك. تمام. يعني في كل دقيق بيختلف عن التاني يعني. المهم عجنتها بقى كده كويس، وحطيتها كده هي، سبتها تخمر، سبتها يعني قعدت شويه عشان الجو ساقع وكده انتوا عارفين. فسبتها بقى كده وغطيتها كويس في مكان دافي، وحطيتها ايه تختمر. وبس كده كانت العجينه حلوه ما شاء الله، جميله يعني، طريه وحلوه جدا، مقادير مظبوطه جدا، وكان طعمه حلو قوي، وكان هش وجميل يعني. المهم هنا كده خلاص بقى هي حطها تخمر. تمام. وبس كده، وجبتها تاني بقى اهو، كانت ما شاء الله اختمرت وارتفعت يعني. هم عشان يعني كيلو يعني ما شاء الله يعني هي عليت يعني تفاعلت يعني الحمد لله. بس كده هتجيبي بقى تفردي العجينه كلها، وطبعا ما تخليش سمكها ايه رفيع خالص. لازم تخليها شويه فيها سمك. تمام، عشان ما ينفعش تخليها كده ايه يعني رقيقه قوي. تمام. احنا كده كده هنسيبها برضو تخمر تاني يعني. المفروض بعد ما تقطعيها بتسيبيها تخمر. وبأي قطاعة عندك بقى، عندك قطعة الدونس، عندك أي حاجة مدورة ممكن تقطعي بيها عادي يعني، مش شرط القطاعة. تمام. أنا بقى كانت عندي القطاعة دي، بس هي صغيرة مش كبيرة يعني. الدونس بتبقى صغنونة كده، تبقى حلوة يعني. بس زي ما انتم شايفين بقى كده قطعتها، والحاجات الصغننة اللي هي بتطلع من النص دي ممكن تشيليها، وممكن تلميها تاني وتحطيها في العجين. أنا بشيلها، وحطيت عليها ايه بعد أول ما طلعت كده من الزيت، حطيت عليها سكر وحطيت عليها قرفة. أنا بحبها بالقرفة يعني. بس ودي الحته اللي فضلت بقى من بعد ما قطعت ولميت كده اللي حوالين الدوناتس دي بتفضل كده. فقلت ايه اعملها برضو كده شكل دايره، وحطيتها برضو ايه وقريتها مع الدوناتس. هنا بقى كنت لما جمعتهم كلهم حطيتهم في الصواني. الكيلو متهيألي عمل يعني بتاع متهيألي ما شاء الله يعني قولي 15. كانوا هما 15 غير التلاتة الصغننين دول، 15 دوناتس. بس هتقلي بقى في زيت ايه، زيت حامي بس على نار متوسطه، علشان ما يبقاش من جوه معجن وني، ومن بره يديك اللي هو مستوي. ومش لازم تملي طاسه زيت، لان هو كده كده انت بتقلبيه، فمش لازم يعني تحطي زيت غزير. دول انا كنت بوريكم اللي انا بقول لكم، حطيت عليه قرفه وسكر، طعمهم حلو قوي. بس لازم هم سخنين يعني. بس هنا بقى كان عندي صراحه نوتيلا في التلاجة، ما عملتش بقى صوص شوكولاته ولا حاجه. وده الصوص برضو ده كان عندي في التلاجة، كان بقيه السينابون حلو قوي. كان الولاد عاجبهم يعني طعمه. فعملت لهم بيه، وحطيت لهم بقى عليه اللي هو الفارماسيل دوت. فكان شكله حلو يعني، وطعمه حلو، وكان عاجبهم يعني. بس لو وصلتوا بقى الفيديو لحد كده، اتمنى تحطوا له لايك وتشتركوا في القناه، وتزعلوا يعني، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو انزله، يوصلكوا ان شاء الله. عشان نفسي القناه تكبر كده بيكوا ونكبر بقى كده، وتشجعوني كمان ان اعمل فيديوهات، لان انا ما بلاقيش في تفاعل والله في القناه، ما بعملش بيجي لي احباط كده الصراحه. يعني والله التصوير ده زي ما قلت لك قبل كده متعب جدا يعني. اللي بيصور عنده قناه عارف، مش ممكن تحطي القناه كده، اللي تحطي الكاميرا كده وخلاص، لا طبعا بياخد منك مجهود ووقت. فاتمنى بس ان انتوا تدعموني يعني، وتقفوا جنبي كده لغايه ما القناه تكبر. ربنا يبارك فيكم يا رب. وبس وهي اللايك اهم حاجه، وبيرفع الفيديو زي ما قلت لكم يعني. انتوا بتتفرجوا انا لاقي فيه مشاهدات، بس يعني ايه ما بتحطوش لايك. ليه مش بتحطوا لايك؟ يا ريت تحطوا لايك، اهم حاجه. اول ما تتفرجي كده حطي لايك. بس بصوا بقى لما حطيته بقى خلصوا، كان شكله حلو ازاي. كان الولاد يعني ما شاء الله كان عاجبهم جدا. وطبعا انا ما استنيتش ان هو يخمر، عشان هما ما خلونيش استنى. انت ممكن تسيبيه بقى براحتك، هيكبر اكتر من كده، بس هو كده حلو يعني. بس هنا بقى كنت خلاص خلصته. تمام. وما شاء الله عملت بالشوكولاته، وحطيت طبعا عليها كده ايه صوص ابيض. وهنا كنت حاطه الفرماسيل اللي عليه، كان حلو جدا، كان طعمه ما شاء الله جميل والله جدا. بصوا هنا بقى كنت بوريكم ازاي مستوي من جوه وطري، شايفين؟ اه.
ما شاء الله. دول برضو هاكلهم بالقرفه والسكر يعني. كانت طريه جدا وهشه كده وجميله. بس خلصت بقى ودخلت على الدولاب ظبطته. طبعا انا ما عملتوش كله في يوم واحد يعني، انا كنت بعمل ضرفه واعمل ايه تاني يوم ضرفه، عشان طبعا انتوا عارفين ان انا دراعي تعبني شويه، عندي غضروف في رقبتي فبيأثر جدا عليا في دراعي اليمين. الحمد لله على كل حال. فبعمل حبه حبه يعني. المهم انا كنت سايباه بقى له فتره وما كانش يعني مترتب، فقلت بقى خلاص انا الاول اظبطه يعني الصراحه. بس زي ما انتم شايفين فرق شاسع طبعا الحمد لله بفضل الله. دايما تخلي بيتك مترتب كده باقل الاقاليل يعني، كل يوم تعملي حاجه. الحاجات دي اللي كانت في الدولاب انا كنت شايلاها وطلعتها تاني عشان كانوا ولاد صغيرين بيقفوا على التسريحه، فرجعتها تاني حطيتها على العسكري. وهنا الدولاب بعد ما ظبطته بقى ورتبته والحمد لله ربنا عني يعني، وقلت ايه لا تقدر حواجب بالسرعه على الرسول، وربنا سهلها الحمد لله عليه الصلاه والسلام. هنا بقى الملايات برضو كانت معكوكه طبعا. انا مسحت هنا بوريكم ان انا نضفته ومسحت طبعا، لو في اي حاجه تراب ولا حاجه مسحته قبل ما احط الحاجه. ودايما لازم تفرشي مشمع، بيبقى يعني شكله اشيك وشكله شيك كده في الدولاب بدل ما تحطي الهدوم كده. بس هنا بقى كنت بوريكم انا بطبق الملايات ازاي. انا بحطها جوه الخداديه، طبق الملايه واحط معاها الكياس واحط جواها الخداديه. ده اسهل ليا بقى، اجي اسحب ملايه ما كل حتى لو حاجه وقعت ما الاقيش الملايه اتفردت في الارض بقى والمخدات واقعد الم. لا هي دي كده سهله ويبقى شكلها حلو كده مرصوصه وشكلها حلو، ما بتاخدش مكان. بصوا يعني ما تخليش المساحه ملايه منفوخه كده لفوق، لا. دي كانت اسهل طريقه انا اعتمدتها صراحه، بقالي سنين ماشيه عليها. اخلص اجيب الغسيل مثلا الم ولازم اطبقها احطها كده يعني. اتعودت خلاص ما اعرفش اشيل غير كده. دي كانت اسهل طريقه بالنسبه لي يعني. بس لو وصلتوا بقى للفيديو ده كده كده في نهايته، متنسوش اللايك، الله يبارك لكم. اهم حاجه عشان القناه عايزاها تكبر، هي مش عارفه ليه تكبر عشان انتوا مش بتحطوا اللايك. لو حطيتوا اللايك ان شاء الله القناه تكبر باذن الله، عشان انا فاكره ربنا باذن الله ان القناه تكبر باذن الله ان شاء الله بيكم، نبقى عيله كبيره كده حلوه مع بعضينا باذن الله. وبشكر كل اللي بيتابعني وكل اللي بيحط لي لايك وكل اللي بيتفرج عليا من غير ما يحط لي لايك عادي بدل بشكره. ربنا يبارك لكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. انا بفرح جدا لما بلاقي فيه مشاهدات وفي لايكات، بفرح جدا. فانتوا لو انتوا عملتوا كده هتدخلوا عليا الفرحه الصراحه، تبسطوني انا تفرحوني. اتمنى ما تنسوش اللايك بس لو الفيديو عجبكم، وتشجعوني بقى عشان اعمل لكم فيديوهات تاني كده، وتدعوا لي بقى ان ربنا يشفيني ان شاء الله، عشان ايه انزل لكم فيديوهات واعمل روتينات معاكم واعمل كمان ايه حاجات حلوه يعني. بس هنا كنت بوريكم ان انا خلصت كل الكميه بتاعت المولات، عملت معاكم كام واحده بس، ودول برضو هطبقهم واشيلهم وبس. كان دي كده ايه الشكل النهائي. رصيتهم واللي هحطهم في الجنب دول محطوطين في الغسيل الاحمر والاخضر دولت، بيجوا برضو احطهم بنفس الطريقه كده. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب كده تكونوا استفدتوا منه حاجه وتشجعتوا منه. وشكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.